السيسي وصباحي بلا عبد الناصر. إنه اليوم 31 من الأيام 100 للعد التنازلي لانتصار سوريا السياسي والعسكري. اختاروا العنوان الذي ترونه متناسبا مع أحداث هذا اليوم وأرسلوه على الرقم 1314 من أي هاتف خليوي في سوريا. السيسي وصباحي بلا عبد الناصر. تنجح المعادلات الدولية والإقليمية عندما يكون خيارها قادرا على التحول إلى مزاج شعبي، أو تستطيع ملاقاة هذا المزاج باختياراتها كضرورة للاستقرار في بلد حساس كمصر، في منطقة خطرة كمنطقتنا. في لبنان مثلا لا يشعر صناع الرؤساء بذات العبء، فقادة الطوائف قادرون على حماية رئاسة رجل لم يسمع به الناس من قبل. كان ولا يزال وصول العماد ميشيل عون للرئاسة في لبنان مدخلا لتوازن نفسي يريح اللبنانيين بمفهوم الرئاسات لأقوياء الطوائف، ولو لم يكن قادرا على المعجزات أو حتى على إحداث حد أدنى من التغيير الإصلاحي. الجنرال السيسي يمثل حالة ارتياح شعبية في مصر، لكن لا السيسي لمصر ولا عون للبنان جمال عبد الناصر، أي زعيم جمهور ناهض حيوي نحو خيار قومي تحرري مقاتل، بل نموذج لرئيس الاستقرار لجمهور تعب وسط معادلات خارجية أقوى من الرئاسة. ترشيح حمدين صباحي في مصر يبدو ضرورة لمنح الشرعية لانتخاب السيسي، فبرنامجيهما وشعبيتهما من مصدر واحد، والمصدر هو هالة جمال عبد الناصر. لكن المفارقة أن السيسي وصباحي يتفاديان الرئيسي في جمال عبد الناصر، والأهم في خطاب جمال عبد الناصر، والأعمق في سياسة جمال عبد الناصر، وهو تحدي الاستعمار وخدمة قضية فلسطين والمواجهة مع إسرائيل والتوحد مع سوريا والاستقلال عن السعودية، بل مقاتلة عائلتها الحاكمة كمصدر نقمة لكل ما هو خير عند العرب. يتهربون من ذات العناوين لكنهم يحملون ذات العنوان، جمال عبد الناصر. إذن هي المعادلات الخارجية حاكمة في حراك الرئاسة المصرية لتمنع المهم والأهم عن رمزين يحملان صورة جمال عبد الناصر ممنوع عليهما التحدث بجوهر جمال عبد الناصر. يبدو أن السيسي للرئاسة وحمدين للبرلمان والأخوان للمعارضة هي اللعبة التي رسمها الخارج لمصر في المرحلة المقبلة. ناصر قنديل.